يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا. وصفتنا النهارده اقتصاديه جدا ومن الوجبات اللي بتنفع في الفطار وفي العشاء وكمان في الغداء. هنعمل اسرع واسهل شكشوكه مشكشكه لجوع اخر الليل. يلا بينا نبدا وصفتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان مقادير وصفتنا موجوده ان شاء الله في كل بيت. جبت بصلايه كده حجمها وسط وقطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين. جبت كمان فلفل رومي، قرن اخضر وقرن احمر، وهقطعهم برده مكعبات زي ما انتم شايفين كده. وكمان لو انتي حابة تضيفي فلفل حامي هتديها طعم في حتة تانية خالص، بس طبعا انا ما كنتش عاملاها سبايسي فكنت عاملاها بالفلفل الرومي. هجيب كمان شويه حلوين كده من الطماطم وهقطعهم مكعبات. الوصفه دي بقى انا محبتش ان انا استخدم الخلاط واضرب الطماطم فيها، لا استخدمت السكينه. كل حاجه قطعتها بالسكينه علشان وصفتنا طبعا اقتصاديه جدا من كل حاجة. بعد ما جهزنا كل حاجه، الفلفل والبصل والطماطم، هنرفع الطاسه على النار اللي احنا هنعمل فيها الشكشوكه. هنضيف كده شويه زيت حلوين وهننزل بالبصل وهنديهم تشويحة. وراهم على طول هنضيف كمان الفلفل ونديله برضو تشويحة. وهضيف كمان حوالي كده فصين من الثوم، بيدي ريحة وطعم كده خطير جدا. هضيف كمان معلقة كبيرة من صلصة الطماطم وهنشوحها مع البصل والفلفل والثوم. اخر حاجة بقى هنضيفها معلقة من السكر علشان حموضة الطماطم. هضيف بقى كمان البهارات، ملح وفلفل اسمر وكمون، وكمان لو عايزة تضيفي شوية كزبرة ناشفة ضيفي، بس انا محطتش. وبعد ما عدى 4 دقايق وده بقى شكل الطماطم بعد ما اتسبكت تمام، هنبدأ بقى ان احنا نضيف البيض. طبعا عدد البيض على حسب اللي انتي هتعمليه. انا حطيت 5 بيضات، حطيت في الاول 4. هبدأ بقى ان انا احركهم كده في الطماطم. طبعا ممكن ان انتي تسيبيهم زي ما هما وتغطيها وتسيبيها تستوي على نار هادية، بس انا حبيت ان انا اديهم كده حركة بسيطة مع الصلصة. وعشان الشكل الجميل بقى هبدأ ان انا اعمل مكان كده في النص، وهضيف اخر بيضة وهغطيها وهسيبها تستوي على نار هادية برضو. هضيف رشة كده بسيطة من الفلفل الاسمر على الوش، وبعد كده هغطيها وهتشوفوا شكلها بعد ما استوت حاجة كده قمر. شايفين السرعة؟ ممكن بقى نعمل جنبها بطاطس مقلية، طماطم بالدقة، على حسب اللي انتوا هتعملوه، واديله ادي بقى على احلى طاسة شكشوكة. فضلا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، وكمان ما تنسوش تعليق كده صغير. كده نكون عملنا احلى طاسة شكشوكة سريعة جدا سهلة بسيطة اقتصادية. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.